بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات. نتمنى إن شاء الله طلع عليكم لا فيديو تاعي هذه تلقاكم بخير وعلى خير بصحة جيدة، أمين يا رب العالمين. أنا المعذرة على صوتي لأنه شوية راني تعبانة، بصح حبيت نحط معكم ونشارك معكم هذا الوصفة اللذيذة البنينة تهبل ما شاء الله. وصفة البطاطا المشوية في الفرن، بطاطا تركية كومبير اللي تشتهر بها تركيا، يديروها في الشوارع. يعني احنا هنا في سطيف راه كاين واحد يديرها، واحد الشباب هكذا راهم في الشيمينو يخدموها تهبل ما شاء الله. شفتها انايا عندهم وذقتها عندهم لانه كنت معروضة، عرضتني حبيبتي وداتني ذقتها، عجبتني بزاف بزاف وداني الفضول باش نجربها لانها يعني جاتني سهله مهله وما فيهاش يعني تعقيدات. نحب نشكر صديقتي نقول لها جزاك الله كل خير وبارك الله فيك لانك ديتيني وذوقتيني، لاني كنت مستهزيه في هذه البطاطا بصح لقيتها قنبله في البنه او تهبل تهبل ما شاء الله هايله وخلاص. ونحب ثاني نشكر دوك الشباب ونقول لهم يعطيكم الصحه، يعني مقعدوش مكتفين يدين، جربوها وداروها ونجح مشروعهم وان شاء الله نتمنى لكم نجاح على نجاح، امين يا رب العالمين. وكل يعني واحد راه يسعى الرزق الحلال ان شاء الله ربي يعينه ويوفقه ويوصلوا وين راه حاب. شوفوا الله يبارك كيف ماشي تجي من الداخل، يعني هي هايله هايله ما شاء الله. على بالي راح تجربوها وراح تعجبكم كيما عجبتني انايا. انا كنت رافقتها بالخبز التركي هذاك، بعد نحط لكم الوصفه تاعو، وهي راهي تسكل بلا خبز وتكون يعني وجبه مشبعه. المهم من غير اطاله نروح نشوفوا طريقه تحضير هذا الطبق اللذيذ ونقولوا بسم الله. لهنا واش عندي 3 حبات بطاطا يكونوا حجم كبير، ولا متوسط كما تحبوا نتوما. غسلتهم مليح، كنت غسلتهم نظفتهم ومسحتهم. ولا هنا واش ندير لهم، نحكم نجيب السكين وندير لهم هكذا فتحه في الوسط، بصح ما نلحقش السكين للتحت خلاص، نديرو غير من الفوق برك ها كيما راه موضح في الفيديو. نفتحهم في 3، انا درت 3 حبات، يعني ديروا على حسب افراد الاسره تاعكم. شفتوني قد ماش قعدت لكم بيدي قد ماش درت الفتحه هذيك. نفتحهم في 3 هكذا، وقلت لكم ما توصلوش السكين للتحت خلاص، شويه برك من الفوق باش كي نحطوا التوابل هذوك برك تتشربهم البطاطا. نولي دركا نهز وعندنا فيها زيت زيتون، وعندي توابل ملح وفلفل الكحل وتوابل الشاورما. توم التوابل ديروا واش تحبوا، انا درت توابل الشاورما عطاوها بنه على بنه. لهنا عندي الومنيوم وورق الطهي، نحطوا ورق الطهي والالومنيوم. كون اكيد مش على الفرن تاعي على 180 درجه راه يسخن مسبقا، يعني شعلته مسبقا خليته يسخن. ونولي نحط حبه البطاطا تاعي فوق ورق الطهي، نرش لها شويه من هذاك توابل الشاورما. قلت لكم زادوها بنه على بنه هايلين ما شاء الله. ونزيدوا شويه فلفل اسود فلفل اسمر، ونزيدوا شويه ملح، ونزيدوا لها زيت الزيتون. نكبوا لها شويه زيت زيتون من الفوق. زيت الزيتون راهو ما يبانش مره كي طيب، ما يبانش بلي طيبتوها بزيت الزيتون، يعني ديروه لولادكم راهو صحي. مش راح يبان، انا كيما انا بنتي ما تحبوش، بصح كي درتو لها في البطاطا هذه ما فاقتلوش مره لانه ما يجيش باين نهائيا. يعني كبيت كميه من الزيت كيما راه موضح في الفيديو، ونولي نجمع هذاك ورق الطهي ونلف حبة البطاطا تاعي مليح، نغلفها مليح. ونزيد نغلفها بالبابي ألمنيوم ونلض عليها مليح. يعني تقدروا تلوحوا حبات البطاطا مباشرة، يعني ما ديروا لهمش هذا المرحلة تاع الالومنيوم، بصح يطولوا معكم في الطياب ويتحرقوا. انا حبيت نغلفها هكا باش ما تتحركش معايا حبة البطاطا وتزرب اكيد تطيب لي. يعني هنا دات لي الوقت تقريب يعني ساعة ونص باش طابت، لانه الحبات كبار. انتم دوك كي تلوحوهم يطيبوا. لوحوا الكيردون بعد ساعة ونص ولا لوحوا لهم بعد ساعة بداو تيستيو، يعني على حسب حبة البطاطا تاعكم. انا قلت لكم درت الحبات شوفوا راهم يعني كبار.
قلت لكم داو لي ساعه ونص وكانوا طابوا معايا. نتوما الا درتو حبات شوي صغار بعد ساعه برك بداو يلوحوا الكيردون شوفوه. لكن لقيتو الكيردون تاعكم يدخل يعني بسهوله، عرفوا البطاطا تاعكم باللي راهي طابت. نكمل انا الحبات تاوعي كامل بهذه الطريقه، ومن بعد نحطهم في صينيه ولا بلاطو يدخل الفرن، ونروح نلوحهم الفرن نخليهم قلت لكم على الوقت اللي يطيبوا فيه. الوقت هما اللي راهم يطيبوا فيه درت انا لهنا ملعقه تاع زبده ولا مرقارين، ودرت شويه كان عندي نص صدر دجاج درت له نفس التوابل ورحيته، ونروح نحطو يطيب في هذيك الزبده وكي يطيب نرحيه. وعندي زبده ولا مرقارين، عندي زيتون اخضر قطعته شرائح، عندي كورنيشون تاني قطعته، عندي لهنا كومونبير هذاك الاصفر، عندي فرماج الحبات، وعندي فرماج مبشور، وعندي لهنا في البوشادوي درت كريمه سائله مع الفرماج، والاخرى تحبوا ديروا كاتشوب تحبوا ديروا صوص الباربيكيو، خلطت معاها شويه من الكريمه السائله ولات لي بهذاك اللون. وعندي هذاك السكالوب تاعي اللي رحيته. شوفوا كيف تستيو البطاطا تاعكم باش تعرفوها طايبه ولا لا. انا تستيتها لقيتها طايبه سي بون خلاص. دوكا نحيها من هذاك الورق طاهي ورق الالومنيوم، نحطها في صحن ونولي نقسمها على زوج. هاي كي طيب وحدها تتحل معاكم، نلوحوا لها طرف زبده ونوليو بواسطه الشوكه ولا الملعقه جبدوا من الحواف. تحبوا يعني تجبدوا بالملعقه من الحواف وتمعسوا بالشوكه، ولا ديروا بالشوكه كما درت انايا. ذوبوا قبل هذيك شويه الزبده هذيك، ومن بعد نولي نزيد الجبن المبشور. انا درت شيدار، كنت تخلطوا لها يعني ديروا شيدار ديروا جودا موتزاريلا، تجي تهبل ما شاء الله. يعني انا اكتفيت الجود بالموجود، كان عندي طرف شيدار درت به. تزيدوا تحطوا كميه مليحه من الجبن وتبقاو تمعسوا في ديك البطاطا حتى يولي القوام معكم معلك وتبياض ما نوعا ما. تحبوا ثاني هنا تضيفوا لها شويه كريمه سائله ضيفوا، راهي تجي تهبل ثاني مش بزاف شويه برك. لهنا قلت لكم درت كومونبير ثاني قطعته طراف ودرته لداخل. يعني ما تتقيدوش بوش درت انا، واش عندكم ديروا، ما عندكمش ديروا غير بطاطا وشويه زبده وفرماج الحبات برك، ثاني راهي تجي تسخف. الجود بالموجود. زدت درت هذوك قلت لكم شرائح الكومونبير، وزدت وليت درت من هذاك صدر الدجاج اللي تبلته بنفس التوابل تاع اللي درتهم في البطاطا، توابل شاورما وفلفل كحل وملح، قليته في شويه زبده ورحيته. ولا هنا زدت درت هذاك الكورنيشون، زدت درت زيتون اخضر. لهنا من الفوق زينوا كما تحبوا في بلاصه صدر الدجاج ديروا طون ديروا، تحبوا ديروا فيون داشي لحمه مفروم ديروا لكم الاختيار. وزدت زوقتها لهنا بهذيك الكريمه اللي قلت لكم درت كريمه سائله وزدت لها فرماج ومرحيتهم مليح، ودرت صوص الباربيكيو ثاني ضفت لها شويه من الكريمه السائله باه يولي لونها شوي فاتح. تحبوا ديروا كاتشوب ديروا، انا كانت عندي صوص الباربيكيو بنينه درتها. وهذه هي. ودرت معها قلت لكم الخبز هذا التركي اللي ان شاء الله راني نحط لكم الوصفه تاعو، يجي هبل ما شاء الله. هي يعني تسكل بلا خبز، وانا قلت خلي ندير معها الخبز على بالي وقيلا متشبعنيش، بصح هي والله غير مشبعه، يعني طبق مشبع تشبعوا صح من حبه بطاطا تشبعوا. والبنه ما عندي ما نحكي لكم، تهبل راني نقول لكم ونعاود جربوها راهي تهبل. طبق يعني رائع ما شاء الله. المهم اللي وصلت معايا المرحله هذه من الفيديو نقول لك حبيبتي ما تنسيليش الجيم اللايك، لانه هي اللي ترفع الفيديو ويشوفوه اعلى نسبه من المشاهدين، وتعاونوني ونعاونكم وجزاكم الله كل خير. وبارطاجيو القناه مع احبابكم واصحابكم لكي تعم الفائده ويستفادوا من هذا الفيديو، وجزاكم الله كل خير. شوفوا لله يبارك كيف ماشي تجي اي هيله تهبل. تحبوا ثاني في بلاصه هذاك صدر الدجاج تقطعوا صدر الدجاج رقيق وديروا له توابل الشاورما والملح والفلفل الاسود وتقليوه، ومن بعد تكبوا له شويه كريمه سائله وشويه بابريكا حمراء وتحطوهم الفوق. المهم انا عطيتكم الفكره تاع البطاطا وانتم زينوا كما تحبوا. وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم حبيباتي، الى اللقاء في وصفات اخرى. احبكم في الله وفرجه ممتعه.